السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. كيف ما تشوفوا اليوم بغيت اختي بغات تحضر معكم واحد الروز بطريقه زوينه، قلت لها خلينا نشاركوا مع المشاهدين، خليكم معايا. المهم كيف ما تشوفوا هنايا الماء دارت فيه 2 عويدات ديال القرفه. واش تيبان ولا ما تيبانش؟ المهم هما 2 عويدات ديال القرفه. غدير الملحه، نص معلقه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، غنديرو 2 ضمات ديال الجبن وجوج ضمات ديال الكنور ديال الخضار، وزعتر وحده مكعب ديال الزعفران. وهنايا الروز غسلناه خليناه يتنشف شويه. خليكم معايا باش نوريكم الطريقه. تحركيه يذوب شويه ديال الناس. صافي ملي غيذوب هادشي العناصر اللي درنا ونكبر الراس. غادي نخويو الروز. كيف ما شفتوا دابا هو غلا هاد الماء. حنا دابا غنديرو هاد الروز روز كلاصي، تقريبا كيلو ديال الروز. الروز كلاصي الحبه الغليظه ماشي الحبه الطويله. الحبه البيضاء. صافي دابا غادي نحركوه. صافي غادي تسدي عليه. صافي وغنغطيوه بالقفاله ديال الطنجره. والعافيه منقوصه ولا مجهده؟ ناقصه مهيل. والعافيه مهيله ناقصه باش هاد الماء يشربوا الروز باش يجي داير. المهم خليكم معنا حتى النهايه. سدي صافي. والبوطه غادي نقصوها دابا. كما شفتوا هاد الشعيريه هذه حتى هي راه مرافقه لهذا الروز هذا. رابعه عندنا هنا رابعه. ندير فيه 2 معالق ديال الزيت بالقفاله ديال البيض 2 معالق ديال بالحساب، وغنديها ونجيبها نبسبسها بحال باغا نفورها، عاد نخليها تقلى غير في ديك الزويت بحال 2 معالق كبار ديال الزيت تحمر. صافي. وتبقاو تشحروا فيها. هاك نبسبسها بحال مشعليش عليها دابا تنبسبسها دابا راه ماشي علاش عليها البوطه، انا ندير بحال غير غتحمر. صافي ملي غتحمر ونجيبو الشعريه السفه تكون شاعره ماشي ديك الملويه. السفه هذه ديك الرقيقه. صافي نحطوها هنا في البوطه. صافي حنا غنحطوها هنايا فوق الشوكه باش تحركوها باش تبقى ثابته ما تبردش ما تحرش. وتحركوها بالفورشيط بطريقه بحال هكا. صافي تحركوا فيها بحال هكا باش ما تهرش. وملي غادي تحمر، ملي غتحمر غنحطوها فوق الروز. الروز تا هو جاي، هو الروز طريب غير دير فوقعات صافي حتى ينشف من الماء. غنوريكم كيف. المهم خليكم معنا تشوفوا الطريقه. دابا نتوما شفتوا الروز كيفاش دار قصاح. شتي شرب كاع داك الماء بقى شويه. شتي المهم هي ديك الشعريه بقات تتحرك فيها حتى تحمرات. حركوها غير بالفورشيط باش تجي لكم. شتي دابا غادي تخوي تما. غنخويها ولكن غطيب غير في داك البخار. غطيبها في البخار، ما ندخلهاش للماء. صافي. ومن بعد غديري الزبيب واللوز. الزبيب واللوز غير للتزيين. غير التزيين. والله اللوز راكم عارفين تسلقوه وتقليوه، والزبيب ترطبوه بشويه ديال الماء. حتى هو تنديو نجيبو شويه حتى هو الزيت. تنديوه وتنجيبوه في الزيت. كيف ما شفتوا الزبيب ها هو تنديوه وتنجيبو فيه في نفس المقله اللي درنا فيها الشعريه. ما ديروا لا زيت لا والو. صافي تخليوه في الزيت باش ما يحمرش. بغينا نسخنوه بعد لينا ما يحمرش لينا الزبيب. صافي. وهذا غنخليوه تزين. واللوز راه غنقليوه حتى هو نزينو به. غنطفو البوطه دابا وغنحرك. صافي الروز دابا طفينا البوطه. غندخل ديك الشعريه طيب غير في البخار. صافي غادي نحركوه وغادي نقلبوا الشعريه تولي لتحت. المهم غادي نخلطوه بحال هكايا صافي ونخليوه حتى غير يبرد. في البخار صافي. ومن بعد نزينوه باللوز وبالزبيب. ودابا درتنا معكم باش نديرو معكم الدجاج بعد ما وجد الروز طيبناه كيف ما شفتوا معنا الطريقه. ودابا غادي نديرو الدجاج في الفران كيف ما تشوفوا هنايا القزبر
جوج مكعبات مليحه، شويه معلقه ديال البزار، ثومه. بالنسبه لهاد الكميه هذه اللي غنقول لكم 4 دجاجات. هادو 2 معالق ديال التحميره، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم، وشويه ديال الزعتر. صافي. ومن بعد غنخلط هاد العناصر وغنزيد عليهم الزيت هذا وهذا دابا الحامض باش يفتي الدجاج. وغنزيدو دابا الزيت. عندكم زيت الزيتون ديروه، عندكم الزيت العادي ديروه، انا درت غير الزيت العادي. صافي. وعاد غنخلطو. صافي غنخلطو وغنرجعو معكم باش نتبلو الدجاج. كيف ما شفتوا دابا غنبداو دابا ندخلو ليه العطريه وغنصبوه بالموس باش تدخل ليه ديك التوابل. صافي. وغنستمروا على بحال هكايا حتى نكملو. كيف ما شفتوا دابا حنا درنا هنايا في اللاطات، فرشنا البابي الومنيوم، ومن بعد درنا الكارب ديال الفران وستفنا هنايا. وغنعاودو نغطيو كيف ما شفتوا هنايا غطينا، لا بقاش قسمناه، محبقاش تبارك الله الكميه كثيره. غطينا هذا هنايا، ودابا هذا غادي نغطيه حتى هوايا، ومن بعد غنمشيو في الفران. كيف ما شفتوا دابا بعد ما طاب الدجاج تنهزو ديك المريقه وتنسقيوه من الفوق بحال هكايا، وغنرجعوه دابا يتحمر. دابا حيدنا عليه الكاغط، حيدنا عليه ديك الكارط ديال الفورنو، تنبقاو نسقيو فيه بحال هكايا وغنرجعوه دابا يتحمر. كيف ما تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج كيف ما جا، تيجي غزال. ولا الروز حتى هو بالطريقه هذه. تيجي فتي وتيجي غزال. هادو الشلايط ديالنا. هذه شلاضه ديال الباسطا. المهم الدجاج راه تيجي غزال تبارك الله، تيجي فتي. وهذه هي الطبيله ديالنا وديال الضيوف ديالي اللي جاو عندي، اول ضيافه عندي في الدار. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك ومن البارطاج، وسمحوا لي مشاهيتكم والخير في داركم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.